السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو قدامك شخص ولقيت ان الشخص ده تناول حبة الغلة في فترة معينة، ازاي تقدر تنقذه وتقدر تنقذ حياته؟ ده اللي احنا عاوزين نعرفه في فيديو النهارده. تابعونا لاخر الحلقة عشان تستفاد بأهمية هذا الفيديو. بعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اولا حبة الغلة بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على مادة اسمها ألمنيوم فوسفيت. مشكلة المادة ديت انها لما تخش جسم الانسان بتتحول الى غاز اسمه غاز الفوسفين. الغاز ده يعتبر غاز سام جدا للانسان وبيقضي على الانسان في دقائق معدودة جدا. وللاسف ان الاطباء والدكاترة الصيادلة ما وصلوش لحاجة اسمها الانتيدوت له، اللي هو المضاد له اللي يبطل مفعوله. لسه ما وصلناش للحاله دي، لكن قدرنا نوصل ان احنا نمنع تكوين غاز الفوسفين اللي لو اتكون للاسف مش هتلحق المريض. طيب تقدر تلحق المريض امتى؟ تقدر تلحقه بعد تناول حبه الغله بنص ساعه. لو الفتره اكتر من كده هيبقى الوضع طبعا اصعب. كل ما الوقت يكون بدري كل ما يكون افضل جدا في النتائج. طيب الحقوا بيه، الحقوا بحاجات كتيره جدا. هنعرف اول حاجه فيهم بسيطه وموجوده تقدر تجيبها من اي مكان بسرعه وبسهوله جدا بدون ما تروح صيدليه، اللي هو مشروب الصودا، اللي هو الكوكاكولا والبيبسي والمشروبات الغازيه. تديله على طول بيبسي او كوكاكولا انها بتحتوي او من ضمن محتوياتها الصوديوم بيكربونات او بيكربونات الصوديوم، وديت بتمنع تحلل الالومنيوم فوسفيت وتحوله الى غاز الفوسفين اللي احنا قلنا ان هو ضار. دي اول حاجه معانا. تاني حاجه تقدر تلحقه على طول باي انواع الزيوت، خاصه زيت البرافين الموجود في الصيدليه عندنا، او اي زيوت ممكن تلحقوا بيها. من الزيوت المهمه معانا زيت جوز الهند، من الزيوت اللي بتمنع تكوين غاز الفوسفين. ونقدر نلحقه بزيت الزيتون، باي انواع من الزيوت. المهم يتناول اي نوع من انواع الزيوت معانا عشان نقدر برضو ان احنا نمنع انحلال الماده اللي احنا اتكلمنا عليها. نقدر برضو نلحقه بحاجه اسمها عندنا اللي هو الفحم في الصيدليه، راس الفحم، لكن ده بيكون اخر حاجه معانا مش بيكون في الاول. وبرضو نقدر نلحقه بماده شراب اسمه اللاكتيلوز شراب. الماده دي هتاخد دواء وهتنزل على طول. فكر معايا ان الماده اللي انا اخدتها دي او الماده اللي الشخص تناولها ديت ما يمتصش في المعده معانا، لان بعد ما بيمتص في المعده بيطلع مباشره على الرئه والقلب وبيقضي عليهم في الحال للاسف، وبياخد ثواني معدوده جدا في الموضوع ده. لذلك لازم نوعي الشباب ونوعي الناس. لو قابلنا حاله، لو شفت حد بيعمل كده، اقدر الحقه ازاي؟ اقدر اتعامل معاه ازاي؟ طبعا نعمل غسيل معده، لكن غسيل المعده ده بعد الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها دي. كده حاجات بسيطه نقدر نعملها وهنساعد في ان هو الماده اللي معانا ما توصلش للجسم او ما تمتصش بشكل كامل في الجسم. لكن لازم يروح مستشفى، لازم يخش العنايه، ده طبعا شيء اكيد. لكن احنا بنتكلم على الاسعافات الاوليه اللي احنا نقدر نقوم بيها في اي مكان في البلد. كمان نقدر نلحق الشخص اللي اتصاب ده بحاجه اسمها بيرمنجانات البوتاسيوم، من الحاجات اللي لازم يتناولها في الحال وتوصل للمعده معانا عشان برضه تمنع تحلل امونيوم فوسفيت معايا. اتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهارده. نشوفكم في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.